السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم حتى خير ان شاء الله. ربي يسعدكم ويخلي لكم اللي عزيز عليكم ويبعد عليكم اللي ما كيبغيكم. ونبداو بالقصه على بركه الله، وما تنساوش ذكر الله. راه ذكر الله هو الرصيد اللي غادي ينفعكم في الدنيا وفي الآخرة. نبداو على بركة الله. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هاد الشاب هذا كيحكي القصة ديالو، كيقول أنا الوحيد ديال ماما، وأنا كنت يلا بديت الخدمة. ما كنتش يعني بزاف مني بديت كنخدم، والخدمة ديالي ماشي ديك الخدمة اللي كتربحي من بزاف من هاد الفلوس، وماشي ديك الخدمة اللي كتخليك فقير، يعني نقدر نعيش بها مراتي ولا ماما ولا عائلتي. المهم قالت لي انا بغيت نزوجك، وانا نقول يا ماما خليني مازال غادي نبقى شويه باش نجمع شويه الفلوس، راه ما عندي لا دار لا حتى شي حاجه، كيفاش غادي نتزوج؟ وهي تقول لي انا عندي البنت وعندي اللي غادي يرضي عليك بلا ما عندك حتى شي حاجه. ونقول لها شكون؟ قالت لي غادي نزوجك عفوا بنت عمك. وانا بنت عمي ما كنتش كنعرفها نهائيا، اصلا حنا ناس ملتزمين، يعني البنات ديالنا كيديروا النقاب ما كنشوفوهمش، يعني عمرني ما شفت بنت عمي ولا عرفتها. المهم مشينا انا وماما نخطبوها، وبنت عمي كانت عندها واحد خوها، يعني هو ما كيعجبنيش نهائيا. وانا من غادي ندخل ومن دخلت عليا باش نشوفها النظرة الشرعية، وانا جاتني بحال خوها وهي سميتها فاتن. وسبحان الله العظيم هاد البنت هادي انا ما حملتها ما قبلتها، وانا بقيت ما عندي اش نقول. قال لي عمي واش الامور بخير؟ قلت ليه بخير، ولكن الله اللي عالم بيا ما بغيتهاش وما قبلتهاش. ايوا سبحان الله العظيم، وانا نرجع مع ماما للدار وهي كتشوفني بحال حزين وداك الشيء. قالت لي مالك؟ قلت لها حرام عليك ماما، انتي كتعرفيها ومشيتي ديتيني عندها باش نتزوجها، راه ما عجباتنيش. وهي تقول لي وشكون غادي يرضي عليك؟ راه انت غير واحد فقير ما عندك حتى شي حاجه، شكون غادي تقدم لمراتك من غادي تزوج؟ راه ما عندك حتى شي حاجه، راه عمك اللي غادي يرضي عليك، عمك اللي غادي يساعدك، ما عندك حتى شي حد غادي يزوجك بنته بلا ما يشرط عليك. وانا نسكت وقلت امري لله، ولكن ماما هادشي اللي درتي ليا راه ماشي معقول. وصافي عمي قلت ليه راه عمي ما عنديش زعما شي مدخول ولا شي فلوس. قال لي عرفتي سير تسلف وانا غادي نعاونك بواحد المبلغ ديال المال، وصافي نظم الامور ديالك، كري شي شقه ومن بعد بيضها وعدلها وشري الاثاث، وانا راني موراك اللي خصاتك غادي نعطيها لك. ايوا صافي درت برايو، مشيت سلفت وجبت داك الشيء اللي كان خاصني، جبت يعني كريت العمارة اللي غادي يعني الشقة اللي غادي نسكن فيها. وسميتو من بعد داك الشيء قلت للصباغ يجي، وقلت اللي غادي يصاوبوا لي الدار، مهم بزاف د الحوايج. ولكن كانوا عندي الاصدقاء ديالي قالوا لي راه خصنا حنا نخرجوا معاك شي نهار في هاد الايام هادي. وانا عمي عطاني شهر، قال لي بعد شهر غادي يكون العرس، وداك الشهر راه ما بقى لي حتى شي حاجه حتى نهار فيه. قالوا لي واحد النهار غادي نمشيو النهار الفلاني، وكان بقى على عرسي اسبوع. كنقول لهم راه ما نقدرش، وهما يقولوا لي راه غادي نمشيو نديروا لك حفله ديال العزوبيه ونخرجوا لسميتو للجهه ديال الصحراء. وانا نمشي معاهم، وزعما دوزنا واحد الليله زوينه، يعني واحد العشيه ماشي واحد الامسيه زوينه حتى قرب المغرب. ومن قرب المغرب وانا نقول لهم سمعوا راه غدا عندي سميتو واحد غادي يصاوب ليا سميتو القوادس ديال الماء، ما غاديش نبقى معاكم، راه غدا غادي يجي ما غادي يلقى كيفاش غادي يدخل، انا خصني نرجع للدار دابا. ايوا وانا نخرج
ومن بعد شفت الغروب، وداك الغروب كتعرفوا في البادية الغروب كيكون زوين بزاف. وانا جات على خاطري نخرج من سميتو، ديما عندي التيرمو ديال القهوة ولا ديال اتاي، يعني كناخدو معايا. ايوا وانا نقول غادي نحط هنايا شي حاجه نجلس نشرب هاد القهوه هادي ونشوف في الغروب. ومين جلست هكا وانا نسمع واحد الحس ديال السياره بعيده، وداك الحس راه كيدير بزاف د الحس، يعني السياره بحال راه يعني حاصله. وانا قلت شنو هاد الشي هذا؟ من بعد جاني الفضول باش نشوف شكون كيدير هاد الحس هذا وما كيتوقفش. وانا نبدا نقرب، كل ما تقربت كنسمع داك الصوت يعني كيعلى وكيعلى وكيعلى حتى وصلت. وانا نشوف واحد السيارة حاصلة في سميتو في التراب، وهما كيبغيو يخرجوا، ولكن السيارة كتزيد كتدخل داخل التراب. كتعرفوا داك السيارات اللي داك المكان اللي كيكون شوية رملي، راه سبحان الله ما تقدروش تخرجوا من تماك الا كانت عندكم الطريقة الصحيحة، وغير الشيفورات اللي كيعرفوا كيفاش كيخرجوا من هادوك يعني الحفاري من كتدخل السيارة في داخل الحفرة. ايوا صافي، وانا قال لك وانا نمشي عندهم، ولقيت عندهم الزيجان ديالهم ديال السيارات كحلين ما كيبان حتى شي حاجه. وكندقوا عليهم كنقول لهم تكلموا مالكم، راه حصلت وقفوا السياره. وهما كيزيدوا كنوقف لهم وكنقول لهم وقفوا، راه كتزيدوا كتحفروا داخل، راه ما غاديش تخرجوا، عمركم ما تخرجوا من هنا. وهما كيزيدوا ومن بعد دقيت عليهم قلت لهم واش نتوما جن ولا انس؟ اعوذ بالله. هما والو، ديك المنطقة خالية بزاف ما فيها حتى شي حد، يعني منطقة جات على الصحراء والناس كتجي تما كتخيم بحال خيمنا حنايا والاصدقاء ديالي. وانا نبغي نمشي من بعد، ومين بغيت نمشي وانا بعدت عليهم قلت لهم صافي ذنوبكم على راسكم، انا بغيت نساعدكم وانتوما ما بغيتوش. وانا نسمع واحد الصوت ديال البنت كتقول لي اخويا رجع، الله يرضي عليك رجع عاوننا. قلت ليه كيفاش نرجع نعاونكم؟ انا قلت لكم نعاونكم ما بغيتوش. وانا نتذكر قلت هاد سميتو هاد السياره فيها البنات، والبنات خافوا على داك الشيء ما هضروش على داك الشيء ما فتحوش. ايوا رجعت ليهم قالت لي راه حصلنا. وانا نقول لها وقفي السياره، راه خصنا نحفروا باش غادي نديروا الطريقه باش ندير لكم الخشب باش غادي نخرجوكم. وانا قلت لها استناي غادي نمشي نجيب السياره ديالي وكتقول لي ما تمشيش اخويا تخلينا في هاد الخلا هذا رانا خايفين. وانا قلت لهم في الاول كنت بغيت نعاونكم نتوما ما فتحتوش، دابا خايفين نمشي من كنقول لكم غادي نجيب الخشب، راه غادي نجيب السياره ونجيب الخشب. ايوا صافي مشيت، رجعت ليهم دغيا لان حسيت بانهم خايفين بزاف، وسميتو رجعت ليهم وحفرت لمدة 40 دقيقة وانا كنصاوب ليهم باش يعني تخرج السيارة. ودرت الالواح ودرت معايا واحد الحبل، لان ديما كناخدو معانا الحبل من كنمشيو هكا لديك المناطق، لان حنا موالفين كنمشيو هكا انا والاصدقاء ديالي. وخديت داك الحبل ودرت داك يعني الخشب، وبديت كنجبد بالسيارة وقلت لها حركي السيارة وانا غادي نجبد، وخرجتهم من تماك. وهي تقول لي شكرا، ولكن اخويا الله يرضي عليك عندك تخلينا راه حنا توضرنا ما عارفينش فين دابا غادي نرجعوا. وقلت لها كيفاش توضرتوا؟ قلت لها خليني يعني شي عنوان ولا شي حاجه كتعرفيها. وبدات كتقول لي راجينا وتلاقينا من المطعم الفلاني وعند الحاجه الفلانيه وهذه حتى انا عرفت الطريق اللي مشاو منها. قلت لها صافي انا غادي نمشي في الاول وانتم تبعوني وان شاء الله غادي نوصلكم. حتى وصلتهم عند الخيمه ديالهم، كانوا خيموا يعني واحد الخيمه كبيره، ووصلتهم. انا يعني نبغي نرجع من السياره وكنسمع واحد الراجل كيغوت بالجد كيقول يا اخي انتظر يا اخي.
ايوا من بعد وقفت قال لي شكرا بزاف، واش انت اللي سميتو درتي مع هاد البنات رجعتيهم وهادي وهادي؟ قلت لي ايه. قال لي راه يعني سميتو بابا راه بغى يشوفك، راه خصو يشوفك دابا، راه خصك تخرج من دابا تخرج ليه، راه الا ما مشيتي ليش راه غادي يزعل. وانا ندخل عندهم عامر بالتراب، غير العينين ديالي والوجه ديالي هو اللي ما بقاش فيه التراب. وهو يقول لي راه بنتي عاودت لي شنو وقع، راه كنشكرك بزاف. وقلت لي راه انا ما نقدرش نبقى معاكم. وهو يقول لي والله حتى تبقى، حلف بحلوف وحتى نبقى وناكل ونشرب معاهم. وكانت عندهم داك السفرة كبيرة فيها على من كل خير، يعني جابوا داك الشي هما مبرعين كيبانوا يعني ناس لاباس عليهم. ايوا صافي بقيت كليت معاهم وشربت معاهم. قالوا لي خصك تبقى تبات معانا، وانا نقول ليه ابدا ما نقدرش. وهو يخرج واحد الحزمه ديال الفلوس، قال لي داك الشيء اللي درتي راه يعني ما حتى واحد ما غادي يديرو اكثر منك الا شي راجل يكون عنده الشهامه والكرامه والنخوه. وانا نقول ليه داك الشيء اللي درت ما غاديش ناخذ منه حتى شي حاجه. وهو يقول لي ياخذهم. قلت ليه ابدا، انا عندي عرسي سيمانه دابا ان شاء الله، خصني نرجع دابا، راه ما خصنيش نبقى حتى دقيقه اكثر باش غادي نوصل، باش نرتاح شويه. غادي يجي هذاك الراجل اللي غادي يصاوب لي في الدار المسائل ديالي. وهو يقول لي ان شاء الله، وقلت لهم الا بغيتوا مرحبا بكم، حنا في المنطقه الفلانيه، ها شنو فين. وهو يقول لي ان شاء الله حتى نكونوا تماك. ايوا صافي وانا مشيت وهما كثروا الخير ديالي وزعما تهلاو فيا، ولكن ما خديت منه حتى فرانك. ايوا صافي هما انا خرجت وهما صافي يعني رجعوا للمكان ديالهم مشيت وداك الاسبوع داز بسرعه. يعني انا تقريبا نسيت داك الناس اللي عرضت، لان انا قلت لعمي غادي يجيو عندي 20 ديال الاصدقاء ديالي بلا ناقص بلا زياده. وكتعرفوا هادوك الناس اللي كيديروا الطوابل راه كيديروا بالاشخاص وسميتو. وانا نسيت بان غادي عزمتهم وقلت يمكن غادي يجيو يمكن لا. صافي نسيتهم وبدا العرس ديالي. مشيت درت العرس ديالي يعني درنا العقد وداك الشيء، درنا العرس. وانا سبحان الله العظيم من بدا العرس كيخدم وانا نشوف داك الراجل جاب واحد الهيبة، واحد السيارة معاه 3 ديال الرجال، وداك الرجال كانوا ولادو. جا عندي هو وولادو، من جا عندي قال لي مبروك وداك الشي. جلست شويه وهو صافي ناض. وانا كنت عندي داك البشت، يعني هاد الشي هذا راه وقع في الشرق الاوسط. عندي داك البشت اللي كيديروا يعني بحال السعوديين، صحاب الامارات، صحاب يعني كيديروا البشت. وقال لك وانا نحط داك البشت على الكرسي، كنت يعني بغيت نحطو باش يعني جاي عليه ثقيل. وسبحان الله العظيم قال لك وانا هما يخرجوا صافيه كثرت الخير ديالهم، وانا نمشي ناخذ داك البشت باش نصور مع ولاد عمي والاصدقاء ديالي. وانا كنلقى داك الشيء ثقيل، وشنو في جيبي هذا الشيء هذا ثقيل بزاف. وقال لك كنقول شنو كاين، هادو حطوا لي شي حاجه ولكن شنو هي؟ وصافي خليتها تماك، ما دخلتش يدي تماك. قلت هذا الشيء اللي كاين تماك حتى نكون بوحدي. وصافي من بعد داز العرس وصافي رجعت للبيت ديالي انا والزوجيه ديالي. وسبحان الله العظيم يعني الشيطان كان على عينيا. الزوجه ديالي ما كانتش قبيحه كيف انا تصورتها من شفتها النظره الاولى. سبحان الله، راه النظره الاولى ديما شي مرات كتكون الانسان كيشوف بان ديك الانسانه زوينه ولا ديك الانسان، وشي مرات كيشوف بان ديك الانسانه خايبه ولا داك الانسان. سبحان الله العظيم على داك الشيء النظره الاولى. ولا عمركم ما تفكروا في الانسان يعني شي حاجه خايبه ولا شي حاجه مزيانه حتى تعرفوه وحتى تعرفوا الاخلاق ديالو. وقال لك وانا تفكرت داك الشيء اللي في البشت ديالي راه ما قلت لحتى شي حد، حتى الزوجه ديالي ما عارفاش، ما قلت ليهاش راه عطاو ليا شي حاجه. وانا نمشي للكوزينه
وهي خليتها على راحتها في الغرفة ديالها. نمشي للكوزينة ومين غادي نجبد داك سميتو الساشية اللي كانت تماك داك الصوبر، شنو لقيت فيه مسايس. وداك من لقيت فيه مسايس رجعته بلا ما نشوف داك الشيء اللي كاين فيه مزيان، ومشيت خبيته في الدار ديالي. وحنا مشينا دوزنا شهر العسل لمدة 15 يوم، خرجنا ومين رجعنا من بعد مشيت تذكرت داك الشيء اللي جابوا ليا. ومين مشيت لقيت فيه 10 المسايس ديال الذهب، وسبحان الله ديتهم وبعتهم وخلصت الديون ديال البنك. وهو يقول لي راه رجعتي لينا دغيا، قلت لي راه الله سهل عليا، وخلصت كاع صحابي اللي كنت سلفت عليهم منهم، وخلصت حتى الاشياء اللي كنت كاع ما ناويه يعني نخلص هذا في ديك الوقت. وبقى لي واحد البركه باش نصرف بها ولا نشري بها شي حاجه لمراتي ولا. سبحان الله. وانا نتذكر ماما كانت قالت لي واحد الحاجه من قلت لها ما غاديش نتزوج، قالت لي تزوج ورزقك ورزقها على الله عز وجل. على داك الشيء النبي صلى الله عليه وسلم من جا عنده داك الراجل قال لي انا راه فقير معدوم، قال ليه تزوج. ومن بعد ديك من تزوج رجع ليه قال لي يا رسول الله راه تزاد عليا الحال، راه انا في الاول كنت غير بوحدي، ودابا راه يعني كاينين جوج بينا، خصنا جوج يعني جوج الانفس. وهو يقول ليه سير تزوج مره اخرى. ومين تزوج مره اخرى رجع لي قال لي يا رسول الله راه تزاد عليا الحال، مازال راني فقير بزاف. وهو يقول له يتزوج حتى كمل المره الرابعه. وهو كيطيع الرسول صلى الله عليه وسلم واخا كيشوف الحاله ديالو كتولي يعني عيانه. من تزوج بالزوجه الرابعه سبحان الله رجع ليه قال لي راه الخير اللي كب عليا يعني ما كنتش كنتصوروا، ولا من اغنياء سبحان الله العظيم. الله عز وجل وسع عليه. لان علاش؟ لان ديك الزوجه الرابعه الرزق ديالها كبير وعيشات يعني بالرزق ديالها الزوج ديالها والازواج ديالو. وسبحان الله هذه هي القصه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دمت في رعايه الله وحفظه.